اهلا بيكم في قناتي عالم منار. لو اول مره بتتابعوني وحابين يوصلكم كل وصفاتي دوسوا سبسكرايب وفعلوا جرس النوتيفيكيشن علشان يوصلكم كل جديد. وحشتوني جدا من اخر فيديو عملته معاكم على القناه. النهارده حبيت ارجع لكم بفيديو خفيف كده وظريف، ريفيو عن 3 منتجات استعملتهم وجربتهم وحابه اقول لكم رايي فيهم بكل صراحه. عندي اول منتج هنا ايفا ناتشورال جلو. طبعا ده غسول، طبعا غسول يومي حلو قوي قوي لاي حد بينزل بيتعرض لاشعه الشمس بيحط ميك اب يعني كل يوم، فبالنسبه له ده هيبقى حلو قوي ليه ان هو يستعمله يوميا. حلو قوي قوي للبشره وبينضف كده بعمق، ريحته حلوه جدا جدا. عايزه اقول لكم بصوا كمان انا مستعملاه يعتبر في اخره يعني. طبعا عارفين عني ان انا بحب استعمل الحاجه لاول فتره كويسه جدا علشان احكم عليها بكل مصداقيه، ما استعجلش في الحكم عليها يعني. فهو بصراحة حلو قوي قوي، سعره 60 جنيه. طبعا بنتكلم في حاجة قليلة جدا جدا مقارنة بأنواع تانية كتير أغلى من كده بكتير وما بتعملش أي نتيجة كويسة. فحلو قوي طبعا سعره. زي ما قلت لكم كميته حلوة قوي، بتقعد معانا ممكن أكتر من شهر كمان. فبالنسبة لي حلو قوي، أنا بالنسبة لي قعد معايا يعني بالظبط شهر. ممكن ناس تانية استعمالها يكون أقل، بس هو بالنسبة لي هو حلو جدا. كنت باخد منه كمية كويسة يعني كده. طبعا نغسل وشنا حلو قوي قوي بعد الميك اب، فبالنسبه لي يعني كميته قعدت معايا شهر. معايا كمان هنا المنتج التاني ده ماء ميسلر جارنيه. طبعا ناس كتيرة عارفاه وجربته، كان في اصدار منه كان لونه زي بينك كده شوية، ما كانش فيه النوع ده نوع جديد مضاف ليه اويل، يعني في اضافة زيت الارجان. حلو قوي قوي. بنرجه الاول قبل ما نستعمله كده، بنلاحظ ان فيه زي بابلز شويه ظهرت. هتلاحظوا برضو ان انا مستعمله كميه كبيره جدا منه علشان طبعا اجربه الاول. بصراحه ممتاز، بيرطب البشره جدا جدا، ما بيسيبش اي ملمس دهني للبشره او ما بيخليش البشره اويلي كده، بالعكس رغم ان هو فيه اويل نسبه من الاويل الا ان هو بصراحه بيرطب وحلو قوي قوي. طبعا طريقه استعماله بنحط منه كميه مناسبه على قطنه او القطن بتاع الميك اب، ونبتدي ان احنا نعمل بيه وشنا كويس وننضف بيه وشنا. طبعا هتلاقوا كل الحاجات اللي في وشكم او الاتربه او الميك اب او كل حاجه طلعت في القطنه وبانت عندكم، معناها ان هو بينضف بعمق وحلو قوي قوي. سعره 85 جنيه. طبعا برضو حلو جدا، بيقعد معانا فتره كويسه. تالت منتج عندي جارنيه بفيتامين سي والليمون. طبعا ده اصدار قديم جدا جدا، مجربينه من زمان قوي وعارفينه. برضو ده بقى لسه جديد، انا لسه جايباه جديد. جبته مباشرة بعد ايفا، فبصراحة هتكلم عنه، هتكلم ايه الفرق بينه وبين ايفا عشان في اتسألت كتير في الموضوع ده. عشان هما سعرهم مقارب لبعض، فايه الفرق؟ مفيش فرق كبير قوي. جارنيه حلو قوي قوي ومشهور من زمان ومعروف، وبصراحة انا عاجبني. يعني انا مش شايفة ان في اي اختلاف ما بينه وما بين ايفا الا حاجة واحدة بس، انه بعد الاستعمال بنلاحظ ان البشرة شدت شوية، فلازم ضروري ويعني ده حاجة اساسية ان احنا نرطب بشرتنا بعديه فورا عشان نتجنب مشكلة ان البشرة تقشر معانا. بصراحة المنتج ده ما كانش بيعمل كده، وما كنتش بلاحظ ان البشرة مشدودة خالص بعد الاستعمال. على عكس بصراحة جارنيه كنت بلاحظ ان البشرة مشدودة شوية، مع ان بصراحة كفاعلية الاتنين حلوين ومقاربين جدا لبعض. فزي ما قلت لكم الترطيب ضروري جدا جدا بعد استخدام اي نوع من انواع الغسول. مفيش عندي اختلاف، لازم نرطب بشرتنا بعد اي غسول علشان نتجنب مشكلة تقشير البشرة او جفاف البشرة. بس كده كان ريفيو بسيط وسريع. اتمنى تكونوا استفدتوا من الريفيو، وان شاء الله تجربوا ال3 منتجات دول، وعلى ضمانتي بجد حلوين جدا جدا. حتى اي حد عنده بشرة حساسة يقدر يستعملهم. بس زي ما قلت لكم نخلي بالنا ان احنا نرطب بشرتنا بصفة يومية علشان نتجنب اي مشكلة من مشاكل جفاف البشرة. يا رب يكون الفيديو ظريف وخفيف كده على قلبكم وتكونوا استفدتوا معايا النهاردة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وريفيو جديد. باي باي.